الكلمة اللي بتتقال دايما على بعض المناطق واحيانا بتبقى بعض المحافظات، بيقول لك يا عم انت يهودي، يا عم دول يهود مصر. استخدام لفظ الديانة في توصيف افعال شخص دي حاجة انا شايفها مش صح خالص. وحتى استخدام الفاظ توصيف افعال الناس انا شايفها دي من باب التنمر. الديانة الاسلامية جت وكانت قبلها الديانة المسيحية، فكان المعظم في الشعب المصري مسيحي، وبعد كده جت الديانة الإسلامية فبدأوا يسلم منهم جزء. طيب قبل بقى المسيحية كان في الديانة اليهودية. فقبل ما تكون يعني أنا لو رجعنا لجدودي ممكن أنا عندي جدودي مسيحيين أقباط، وجدود جدودهم ممكن ألاقيهم يهود. نفس الموضوع المصريين القدماء، تبص جدود جدودنا مصريين قدماء عادي جدا. الفكرة عندي إن هو في إيه؟ إن استخدام اللفظ علشان أقول إن الناس دول طريقتهم في التجارة والتربح ومعاملاتهم مع الناس يبقوا، واسميهم بلفظ يهود. لا، اليهود دي ديانة سيدنا موسى. انا ضد ان انت تستخدمها كلفظ للتنمر بينك وبين اخواتك ولاد بلدك. اللي احنا بنرفضه ونبقى شايفينه حاجة اللي هو الصهيونية او الاسرائيلية، دي حاجة اللي كلنا بنرفضها وما بنقبلهاش. انك تجيب واحد يقول انا التاريخ كان بيقول لي ان انا ليا حق في حته الارض دي، فمعلش هاخدها واقعد فيها وتبقى بلدي. لا حبيبي، ما بتتقاس كده. طب ما انا مثلا لما عملت تحليل للجينوم عرفت ان جيناتي اصلها من ناحيه الام رمسيس الثاني. اروح للحكومه اخبط عليهم واقول لهم معلش انا عليا بس في المقبره بتاعت رمسيس الثاني ارث المفروض اورثه يعني، ويطلع لي الواي هابلوتايب او عيلتي من ناحيه الاب اصلهم في الكويت. اروح للكويت اقول لهم عايزين من الدنانير الكويتي اللي بقت مش عارف بكام وهاتوا لنا شويه من البترول ده ورثي. مفيش حاجه اسمها كده. فانا ضد جدا الاسرائيليه والصهيونيه، وفي نفس الوقت ضد انك تستخدم اسم الديانه في التنمر على الاخرين، وانك تلقب محافظات بعينها او مناطق بعينها او قرى بعينها، زي ما قال الرسول ولا تنابذوا بالالقاب صلى الله عليه وسلم. فنستخدم دايما مع بعض الالفاظ الحلوه